عندك الصاحب ده اللي لو اتصلت بيه الساعة 3 الفجر عشان عربيتك عطلت هيقولك مسافة السكة. كلنا اتربينا على فكرة الصاحب الجدع اللي يفديك بروحه. طب لو صاحبك ده النهاردة ما بقاش يرد زي زمان، هل ده معناه انه طلع ندل وبتاع مصلحته، ولا الحكاية اكبر من كده؟ بص يا معلم، زمان كانت الحياة ابسط والمسؤوليات اقل. النهاردة صاحبك ده ممكن يكون عنده شغل ومصاريف وعيال واقساط كمان، بقى عنده حياة تانية غيرك. المشكلة مش فيه، المشكلة في توقعاتنا احنا لسه بنتعامل معاه بمنطق شلة ثانوي، وهو خلاص بقى في جامعة الحياة. بص يا صديقي، عايزك تفكر في الصداقة على إنها حساب بنكي. كل موقف جدعنة، كل سؤال، كل وقفة جنب بعض، دي إيداع في الحساب. وكل تطنيشة أو تجاهل أو خذلان، ده سحب من الحساب. في صحاب حسابهم معاك دايما مليان، وفي صحاب بقوا بيسحبوا على المكشوف. الحكاية مش ندالة على قد ما هي إفلاس عاطفي. طب نعمل إيه عشان ما نخسرش كل اللي حوالينا؟ أول حاجة، قسم صحابك في دماغك. مش كل الصحاب زي بعض، في صاحب الشغل وصاحب القهوة وصاحب الأسرار. لما تقسمهم توقعاتك هتبقى منطقية، مش هتستنى مثلا من صاحب الشغل إنه يجي معاك للدكتور. تاني حاجة، بادر أنت بالإيداع. بدل ما تستنى منهم يسألوا، طب ما تسأل أنت. خليك أنت اللي بتعمل إيداع في رصيد العلاقة دي. ساعات الناس بتبقى غرقانة في مشاكلها ومحتاجة بس حد يطبطب عليها. تالت حاجة، اتكلم. لو صاحبك وحشك أو حاسس إنه متغير، قول له بصراحة ومحبة: يا عم فينك، وحشني. ساعات كلمة زي دي بتصلح شهور من البعد. من الآخر، صاحب مسافة السكة بقى عملة نادرة، ولو عندك حافظ عليه، بس ما تخليش البحث عنه يخليك تخسر باقي العملات الكويسة اللي في حياتك. كل صداقة وليها قيمتها. سلام.